كل عام وأمهاتنا العظيمات بألف خير. ربي يحفظهم ويطول بعمرهم يا رب ويرحم الأموات منهم. واليوم رح أعمل معاكم أطيب وأشهى كيكة باردة ممكن تقدموها بهاليوم الحلو، بدون بيض بدون فرن. هالكيكة عملتوها بكل حب. صلوا على الرسول حبايبي، خلونا نبلش مع بعض. أول شي رح نسمي بالله. وهون عندي 3 كاسات من الحليب، رح أضيف لهم نص كوب من السكر، 3 معالق من النشا، معلقتين من الطحين، معلقتين من الكاكاو الخام. رح أحركهم أول شي على البارد لتذوب المكونات، بعدين رح أرفعهم على النار مع التحريك المستمر لحتى يشد عنا قوام الخليط. شايفين ما شاء الله هذا هو القوام المطلوب. رح أطفي النار وأضيف معلقة من الفانيليا، معلقتين من الزبدة، وشوي من الشوكولات شيبس، ممكن تستغنوا عنه بس يعطيكم قوام وطعمة طيبة للخليط. رح أتركه يهدى شوي، يعني بس 5 دقايق ليخف البخار منه، بعدين رح أشتغل به. وهون رح نبلش بالتطبيق. رح اخذ قطعة من بسكويت الشاي السادة وادهنها بالبودينج الخليط اللي عملناه، وارجع احط عليه قطعة ثانية من البسكويت، يعني لحتى يصير عنا شي 4 طبقات. اهم شي نكون مجهزين صحن التقديم فورا، لانه فورا رح اثبت عليها قطع البسكويت. وانا اخترت لكم هاي الوصفة اليوم لانه عن جد سهلة ومضمونة 100%، لانه الكيك بس يكون بمناسبة يصير يعمل حركات غريبة ويبطل يزبط. وهاي ما شاء الله خلصته، رح ادخله على الفريزر شغلة نص ساعة ليتماسك لبين ما نحضر الكريمة. لنحضر الكريمة بدي كوب من الكريمة الشانتي، كوب وربع من الحليب، أهم شي يكون بارد، ممكن تستبدلوه بالمي، معلقة من الكاكاو الخام، إذا تحبوا ضيفوا بدالها قهوة سريعة الذوبان. رح أخفقهم ربع ساعة ليصير عندي قوام الكريمة أكيد كريمي. أدخلهم على الفريزر نص ساعة تبرد الكريمة عشان تساعدنا بالشغل. كل ما كانت الكريمة باردة كل ما تساعدكم بالشغل أكثر، وحتى حرارة الجو حواليكم. إذا الدنيا شوب حاولوا كل شوي تدخلوا القالب على الفريزر وتطلعوه لحتى يساعدكم. بعد ما وزعنا الكريمة بدنا نساوي الأطراف، ممكن بقطاعة البطاطا وحتى تعطيكم شكل حلو ومزغرف. أنا بدي الطبقة متساوية، رح أساوي الأطراف وأرجع لكم. هون يلي زاد عندي من خليط البودنج رح أخففه بشوية من الحليب وأخفقه لحتى يصير عندي القوام شوي سائل، يعني لا تكثروا الحليب دفعة واحدة، ضيفوا لحتى يصير عندكم بنفس هذا القوام. رح أنزله داير من دار القالب بهذا الشكل. يلي زاد عندي من الكريمة رح أعمل بيه أشكال بهاي الطريقة. طريقة التزيين كالعادة حبايبي لا تلتزموا بيها أبدا، أنا عطيتكم شكل حلو وبسيط وإن شاء الله ما معقد أبدا. وهاي كيكتي الجميلة بسم الله ما شاء الله صارت جاهزة. بس طبعا لو تشوفون الصدمة على وجه ماما، لأنه هي ما توقعت أبدا إنه بكرة عيد الأم، هي فكرتني عم أصور وصفة عادية، وأهم شي الحمد لله إنه عجبها كشكل وكطعمة. جربوه بنات وفاجئوا أمهاتكم، جدا رح ينبسطون. ربي يحفظهم ويطول بعمرهم يا رب. جربوه بالعافية يا رب.